ازاي اتحمل مسؤوليه، ازاي اتحمل مسؤوليه في حياتي، وازاي اتحمل مسؤوليه في حاجه زي الدايت. دايما الناس اما بتبتدي دايت جديد او حد بيساعدها في الدايت بتاعها، اما تلاقيش نتائج تبتدي تقول لك اصل الدايت اللي هو اداهولي الراجل ده مش نافع، اصل الحاجات اللي هو قالها لي الراجل ده مش نافعه، اصل الكوتش قال لي حاجه بس انا مش نافعه، اصل الكوتش مش مركز معايا. دايما الناس بتحاول تشيل البليم او اللوم من على نفسها تحطه على ناس ثانيه. دي طبيعه البني ادم. الناس هتجيبها في ان انا عندي مشاكل عائليه، عندي مشاكل في الشغل، انا يومي مش سامح، انا وقتي مش سامح، انا ظروفي مش سامحه. كل ده اي كلام. البني ادم فينا ما يبقى عايز يحط حاجه في دماغه ويعملها بيعرف يعملها. بمعنى ان انت لو عايز تخس او تغير اسلوب حياتك، ده لازم القرار يبقى نابع من جواك، مش تستنى ان حد يعمله لك. من خبرتي ومن اللي انا شفته، اللي بيفرق الناس اللي بتنجح في الدايت او في الخسيه عن الناس اللي بتفشل حاجه واحده بس، هي ان هو بيبقى واخد الموضوع على صدره او واخد الموضوع بيرسونالي جدا. بمعنى لو انا عندي مشاكل عائليه منعاني ان انا يومي يبقى منظم، الناس اللي بتفشل بتقول لك انا عندي مشاكل عائليه وبتفضل وبتقف ما بتعملش حاجه. اللي بينجح في الدايت بقى هو اللي بيعمل كالتالي، ان هو يشوف كل المشاكل اللي عنده ويحاول يتغلب عليها بطريقه او باخرى. مش معنى كده ان انا كل مشكله هخش احاول احلها ان هي تنجح من المره الاولانيه، ممكن تنجح من الحل الثاني او ممكن تنجح من الحل الثالث. بس البني ادم اللي هو فعلا بيشيل كل العواقب اللي بتبقى قدامه هو ده بس اللي بينجح في الدايت. لازم يكون عندك اراده، لازم يكون عندك اراده ان انت تغير من نفسك. ناس كتير قوي بتبعت لي مسجز على انبوكس وعلى انستجرام وانا برد عليها شخصيا. في ناس بس من نوع معين اللي انا ما بردش عليهم، هو ان حد بيبعت لي يقول لي اصل انا عايز اتمرن وعايز اخس بس انا بكسل، اعمل ايه؟ ده انا ما اعرفش ارد عليه اقول له ايه اصلا. الحل بتاعك ان انت ما تكسلش، ما تكسلش، خد قرار بجد وحاول واشتغل وعافر. انما دونت تيك ذا ايزي واي اوت او الطريقه السهله ان انا اقول لا اصل انا ظروفي مش مساعداني، اصل انا الدايت اللي اداهولي الكوتش بتاعي مش كويس، او ان النظام ده معقد عليا. كل دي حجج. لو النظام معقد عليك سهله، اسال الكوتش، بسطه. انما مش الحل ان انت ما تعملش حاجه. اهم حاجه ان انت تبقى قد المسؤوليه وان انت تاخد قرار فعلا ان انت تتغير. ما تجيبش ضعف ارادتك او عدم مثابرتك في حد تاني وتستخدم الناس التانيه شماعه ان انت تعلق عليها مشاكلك. اللي عايز حاجه بيعملها، اللي عايز يخس بيخس، الا اذا هو عنده كونديشن طبي نادر محتاج متابعه دكتور، ده مثلا افهمه. عندك مشكله في الغدد، اوكي، برضه ليها حل ان انت تروح تشوف دكتور. مش الحل ان انا عندي مشكله في الغدد او ان انا مش قادر او انا عندي ميديكال كونديشن فافضل قاعد ما اعملش حاجه. انا في حياتي العمليه وفي حياتي الرياضيه بحب نوع واحد من البني ادمين بس، اللي هو يبقى جاي عنده مشكله، يا اما معاه الحل بتاعها وعارف هو ايه فبياخد رايك فيها، يا اما بيبقى جاي طالب مساعدتك ان انت تلاقي له حل. بس الميزه فيه بقى ان هو ساعه ما انت بتدي له الحل ده بياخده وبيبقى مبسوط وبيجري ينفذه على طول وبيبقى مثابر وما بيهمتش لغايه لما يوصل للي هو عايزه. في ناس كتير قوي منها بتحب ان هي تشتكي تشتكي تشتكي، بس بيبقى همها ان هي تقعد تشتكي بس، مبقاش همها ان هي تلاقي حل. الحل دايما قريب منك في ان شخص يساعدك او ان انت تفكر وتبتكر وتحاول. بس اهم حاجه ان انت تاخد قرار وتبقى قد المسؤوليه. سلام عليكم.